باربي واحد اللعبة كنعرفوها كاملين وكتعجب بزاف الأطفال، ومؤخرا ولات كتعجب حتى الكبار. واش عمركم سولتوا راسكم شنو القصة ديال هاد باربي وعلاش تصنعات؟ أنا ملي بديت كنقلب صراحة تصدمت من داكشي اللي لقيت، واليوم غادي نهضروا على الجانب الغامض ديال باربي. مرحبا بكم، أنا نسمة. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد. يلا نبداو. سنة 1959 خرجت واحد اللعبة في جميع أسواق أمريكا، وهي واحد اللعبة سميتها باربي. وأول ما خرجت حققت واحد الأرباح كبيرة وتباعت بكميات كتيرة، وكانت هي اللعبة الأكثر مبيعا في داك الوقت. وهذا الشيء صراحة كيثير الفضول باش نعرفوا شكون هي هاد باربي وشنو القصة الحقيقية ديالها وكيفاش احتاجت هاد اللعبة وعلاش تصنعت من الأول. منين غادي تعرفوا هاد الشيء اللي عرفت غادي تصدموا من كمية الأسرار والقصص اللي كاينة ورا هاد اللعبة. وهاد باربي كانت أول دمية على شكل امرأة بالغة، لأنه كانوا غير الدميات اللي كانوا على شكل أطفال رضع. وباش نفهموا القصة ديال باربي خاصنا ضروري نرجعوا لبداية سنة 1916، وهي السنة اللي تزادت فيها واحد المرأة سميتها روث هاندلر. روث كانت هي المسؤولة على الصناعة ديال لعبة باربي، ومن المهم أننا نعرفوا واحد الجزء من حياتها، لأنه كان فيه واحد السبب رئيسي في القرار ديالها باش تصنع هاد اللعبة هادي، وبالضبط باربي بهاد الشكل اللي كنا كنعرفوها به. روث تزادت في 1916 في بولندا، وهي كانت من أصول يهودية. في هاد الفترة اليهود في أوروبا كانوا كيتعرضوا للاضطهاد والقتل من الأوروبيين، وكانت واحد العنصرية كبيرة ضد الديانة اليهودية. ملي كان العمر ديال روث 17 سنة، هتلر هو اللي كان حاكم ألمانيا وكان رئيس الحركة النازية. بدا كيخطف الناس وكيقتل عدد كبير من اليهود، ومنهم العائلة ديال هاندلر. وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال اليهود يغيروا من الشكل ديالهم باش ما يبقاش تبان عليهم الديانة اليهودية. بهذه الطريقة كانوا كيهربوا من القتل. هاد الشيء اللي خلى العيالات يصبغوا الشعر ديالهم باللون الأصفر أو الأشقر باش ما يبانش عليهم بأنهم يهود. وهاد الشيء اللي كانت كندير روف، غيرت شعرها اللون الأشقر، وفي ما كان كيبان الشعر الأسود كتعاود تصبغو، وبقات بحال هكا حتى لواحد النهار قررت هي وراجلها باش أنهم يهاجروا لأمريكا، على الله ما يلقاوش الكره ديال اليهود اللي كيعيشوا فيه في ألمانيا. ولكن واخا مشات روث في أمريكا وكانت آمنة بالنسبة لليهود، بقات كتصبغ شعرها باللون الأشقر، وصبغات حتى شعر ديال البنت ديالها اللي كان عمرها غير 10 سنين في داك الوقت. من بعد سنوات قررت روث وراجلها يحلوا واحد الشركة يصنعوا فيها اللعب والدمى، ولكن ما كانتش ألعاب ديال الأطفال. غادي تسولوا راسكم كيفاش هما حلوا شركة ديال الألعاب ولكن ماشي ألعاب الأطفال. باختصار، في الثقافة الغربية عندهم واحد الحاجة سميتها حفل توديع العزوبية، وفي هذا الحفل الزوج والزوجة كيحتفلوا بآخر نهار ليهم في الحياة ديال العزوبية قبل ما يدخلوا للزواج. وفي هذه الحفلات معروف أنه كيوقعوا شي حوايج لا أخلاقية، وهذا الشيء اللي خلى روت تصنع لعبة على شكل امرأة بالغة، حيث كيستخدموها في الديكور ديال حفلات توديع العزوبية. يعني لعبة باربي كانت في البداية مخصصة لهذا النوع من الحفلات، وما كانش مخصصة للأطفال نهائيا. ومن بعد سنوات روس وراجلها قرروا يبداو يبيعوها للأطفال، ومن البداية هاد اللعبة كتحقق مبيعات خيالية، ولكن كانوا باقي الناس كيعارضوا هاد اللعبة هادي وكيعارضوا الشركة وما بغاوهاش تباع للوليدات الصغار، لأن هاد الشركة من الأول كانت مخصصة لحوايج آخرين بعيدة على الطفولة والبراءة ديال الطفولة. والغريب أنه كاينة رواية أخرى وهي اللي عاودات روث هاندلر، كتقول فيها بلي هاد اللعبة من الأساس كانت مستوحاة من بنتها باربرا هاندلر، وقالت بلي بنتها وهي صغيرة كانت كترسم امرأة بالغة وكتلعب بيها، ومن هنا جاتها الفكرة ديال اللعبة وقررت تصنعها لبنتها وتكون قريبة من الشكل ديال الرسومات اللي كانت كترسمها. وسمات اللعبة بسمية باربي، وهو الاختصار ديال اسم بنتها باربرا. وقالت بلي الشكل ديال باربي اللي كنعرفو حنايا
هو الشكل اللي كانت كتخايل بنتها غتكون عليه ملي غادي تكبر. والغريب ان هاد بنتها بربرة ما شعرها صفر ولا اللون ديال عينيها زرقين بحال باربي اللي كنعرفو. وعاد انها شي حاجة اللي غريبة انها تستخدم واحد اللعبة استوحتها من بنتها في حفلات توديع العزوبية اللي معروف عليها انها كتكون فيها شي حوايج ماشي هما هادوك. هادو جوج روايات من القصة ديال كيفاش تصنعات باربي، واللي كيبانوا لي قراب لبعضياتهم. شنو بان لكم نتوما في نظركم، واش من رواية غادي تكون صحيحة؟ واش الرواية اللي عاودوا الناس ولا الرواية اللي عاودت صانعة باربي الأصلية روث هاندلر؟ شاركوني الآراء ديالكم في التعاليق. كانت هذه هي القصة ديالنا ديال اليوم. متنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وديروا جيم للفيديو. شكرا بزاف على المتابعة، إلى اللقاء في قصة جديدة.